السلام عليكم بنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. مرحبا بكم فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله نشارك معكم فطائر مالحه فقط بعجينه ديال المسمن، وكذلك نشارك معكم واحد الحشوه اللي كتجي لذيذه بزاف وسهله. اذا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ديالي ما تنساوش تنضموا ليها بالضغط على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. نخليكم مع المكونات وطريقه التحضير. بالنسبه للمكونات البنات، في واحد الاناء غادي نعمل 4 ديال الكؤوس ديال الدقيق ما يعادل 400 غرام الدقيق الابيض، وبطبيعه الحال كنغربلوه، وكذلك غادي نضيف واحد الكاس ديال الفينو. بالنسبه للناس اللي ما بغاوش الفينو تقدروا تعوضوه بكاس اخر ديال الدقيق الابيض. صافي غادي نضيف هنا 2 المعالق كبار ديال زيت النباتيه، واحد المعلقه صغيره ديال الملح، وكذلك واحد المعلقه صغيره ديال السكر، واحد المعلقه كبيره ديال الخل. صافي هادو هما المكونات ديال العجينه ديالنا. هنا غادي نبدا نجمع العجينه ديالي بالماء عادي بدرجه حراره المطبخ. تقريبا احتاجيت هنايا كاس ديال العنبه ونص ديال الماء. صافي كنجمع العجينه ديالي، كنتحصل على واحد العجينه اللي كتكون مرخوفه شويه، ما كتكونش رطبه بزاف وما كتكونش قاصحه. صافي كنديها ونجيبها شويه في القصريه على هذا الشكل هذا وكنجمعها. هانتوما هذا هو القوام ديالها، كتكون شاده في راسها واحد شويه. صافي هنا عملت شويه ديال الزيت في يدي وحاولت انني ندهنها مزيان. وصافي غادي نجيب واحد البلاستيكه وغادي نعدل فيها العجينه ديالي على هذا الشكل هذا، وغادي نشد عليها وغادي نخليها ترتاح واحد 2 ديال السوايع، وغادي ندوزو مباشره باش نحضروا الحشوه. عملت هنايا شويه ديال الزيت في واحد المقلاة وضفت عليها 2 البصلات اللي عندي مشلضين على هذا الشكل هذا، وكذلك عندي هنايا 2 ديال الفلفلات اللي قطعتهم مربعات على هذا الشكل، وكنضيف عليهم واحد المعلقه كبيره ديال القزبر. صافي كنحرك هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم وكنخليهم حتى كيدبالوا. صافي هنايا من بعد ما كيولي لي البصل والفلفل على هذا الشكل هذا غنضيف عليهم واحد 2 ديال الجزرات اللي حكيتهم على هذا الشكل هذا، وغادي نضيف ايضا الكفته ديال الجداد، تقدروا تعوضوها بالكفته ديال اللحم. غنضيف واحد المعلقه صغيره ديال الملح، واحد المعلقه صغيره ديال الخرقوم، ونصف معلقه ديال الابزار او الفلفل الاسود، واحد المعلقه ديال البابريكا او الفلفل الاحمر، واحد المعلقه ديال السكينجبر. صافي كنحاول نخلط هاد المكونات مزيان حتى كيدخلوا لي في الكفته مزيان على هذا الشكل هذا. كنخليهم يتجحروا واحد شويه وكنضيف عليهم الشعريه الصينيه اللي رطبتها في شويه ديال الماء مغليين وقطعتها طريفات صغيورين كيف كتشوفوا. صافي غادي نخلي هاد الحشوه حتى كتنشف واحد شويه وكنطفي عليها النار مباشره وكندوز باش نوجد العجينه اللي خليتها ترتاح. هاي العجينه ديالي من بعد ما دازت 2 سوايع غادي نفتح عليها. كيف تلاحظوا معايا كيف كيكون القوام ديالها من بعد ما كترتاح. هانتوما هذا هو الشكل ديالها. كيف لاحظتوا معايا رجعت رطبه. هنايا غادي نبدا نقطع العجينه ديالي على شكل كريات، حاولوا انكم تقطعوهم صغيورين. هنايا غير كيبانوا لكم في الكاميرا كبارين، ولكن انا قطعتهم صغيورين، الحجم صغير بزاف. صافي كنستمر على هذا الشكل هذا حتى كنقطع العجينه ديالي كامله. غادي نغطيهم بالبلاستيك وغادي نخليهم يرتاحوا واحد 10 دقائق. صافي هنايا من بعد ما كيرتاحوا كنبدا مباشره نطلق العجينه ديالي. غادي نحاول انني نطلقها على شكل دائري. هانتوما على هذا الشكل هذا. هنايا غادي نجيب الزبده اللي ذوبتها، استعملت هنايا الزبده النباتيه، كندهن بها العجينه ديالي على هذا الشكل. هاد الزبده هي اللي كتعطينا التوريق وكتعطينا القرمشه ايضا. صافي غادي نطوي النصف ديال العجينه كيف كتلاحظوا، وغادي نجيب الحشوه اللي حضرنا مع بعضياتنا. غادي نعمل واحد الكميه، حاولوا انكم توضعوها في الوسط وعلى ديك الثانيه اللي تنينه. صافي هنا غادي نجيب الاطراف عند بعضياتهم وصافي كنلويها على هذا الشكل هذا. كيف كتلاحظوا معايا الطريقه سهله بزاف.
هانتوما هذا هو الشكل ديالها. كنوضعها في الصينيه ديال الفرن اللي كيكون عندي فيها ورق الزبده. صافي هنا غادي نعاود معكم وحده اخرى باش تشوفوا الطريقه بشكل واضح. هانتوما كنتنيها على هذا الشكل هذا، وكنجيب الحشوه كنوضعها بيدي باش كنتحكم في الكميه، وصافي كنلاقي الاطراف بهذا الشكل هذا عند بعضياتهم، وكنلويها على هذا الشكل هذا. كيف لاحظتوا معايا طريقه سهله ومبسطه ما فيها حتى شي تعقيدات. صافي هنا من بعد ما كنشكل العجينه ديالي كامله، جبت هنا واحد صفر ديال البيضه وضفته على ديك الزبده اللي تبقات لي. غادي نحاول انني ندهن بها الفطائر ديالي بهذا الشكل هذا. وغادي نجيب البافو او بذور الخشخاش، غادي نزين به الفطائر ديالي. تقدروا ايضا تزينوه بالزنجلان او السمسم، كيبقى لكم الاختيار في طريقه التزيين. صافي غادي ندخلهم للفرن، غادي نخليهم حتى يتحمروا من تحت، عاد نهبطوهم لتحت باش كيتحمروا من الفوق. وصافي حبيباتي كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر اللي شاركت معكم اليوم. كيجيو مقرمشين ومورقين. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم. اذا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسونيش بتعليقكم او لايك للفيديو، وكذلك تشتركوا في القناه اذا كنتم باقي ما مشتركينش. شكرا على المشاهده، والى الفيديو القادم ان شاء الله.